الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب لا شك أنه بيان لثمرة التوحيد، وأن من أهل التوحيد من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيد الحنفاء وإمامهم وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. هنا من اللطائف أيها الإخوة، كل نبي عليه الصلاة والسلام لا شك بأنه حقق التوحيد سلوكا عمليا، جميع الأنبياء، ولكن سيده إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيد، ويعتبر هو قدوة، ولذلك أنزل الله علينا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. نحن مطالبون أن نتبع ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ماذا كان إبراهيم؟ كان أمة، والأمة هو القدوة للناس، والله جعل إبراهيم قدوة. وغالبا القدوة من هم؟ كبار، المعلم قدوة، والأب قدوة، صح وإلا لا؟ والدعاة والعلماء كلهم قدوات. لكن إذا كان نبيا كريما كإبراهيم كان سيد الناس في هذه القدوات. ذكر بأنه قانت، من صفاته حنيف، حنيفا لله، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، بمعنى أنه كان عليه الصلاة والسلام ذا دوام في الطاعات والعبادات، وكان عليه الصلاة والسلام مقبلا على ربه معرضا عن كل ما سواه. ومن اللطائف أنه لم يكن من المشركين، بمعنى أنه فارق أهل الكفر، فارقهم بقلبه وفارقهم بقوله وفارقهم كذلك بأفعاله عليه الصلاة والسلام. وهذه ممن يدل على أنه ممن يدخل الجنة بغير حساب، من سار على طريقه. وفي قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، دل على أن من حقق التوحيد لا يمكن أن يقع منه الشرك. وهذه لا شك صفة عظيمة جدا لعباد الله عز وجل، أنهم ليسوا على الشرك ولا يقعون فيه. ويعطينا أيها الأحبة هنا أن الواجب على المسلم أن يبتعد عن الشرك وعن المشركين وعن عبادات أهل الشرك وضلالاتهم، ويوجب لنا البراءة من كل مشرك. اليوم أيها الإخوة الناس لا يميزون بين مسلم وكافر، ولا يميزون بين عابد الأوثان ولا غيره، بل إن الناس اليوم من يقول لك: يا أخي الكافر أحسن من المسلم. أين التوحيد؟ أين الإيمان؟ أين صلاته؟ أين عبادته؟ أين لوجود أي خطأ يسقط ذلك كلية ويقدم الكافر على المسلم؟ ولماذا قال الله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولأمة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبتكم؟ وذكر أولئك يدعون إلى النار. كيف توازن بين مسلم وكافر؟ لا يمكن أبدا. ولهذا اليوم أيها الأحبة الناس جعلوا المشركين أعوانا وأخدانا وأنصارا وأحبابا إلى غير ذلك، وهذا يدل على جهل الناس بقضية التوحيد وجهلهم كذلك بمسألة الشرك والكفر. أورد حديث حسين بن عبد الرحمن لما قال: كنت عند سعيد بن جبير قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، إلى آخر الحديث. هذا الحديث يعطينا فوائد. أولا شدة تورع الصحابة والسلف من تزكية النفوس. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. رأى كوكب انقض يسقط فسأله: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: أنا رأيته، لكن لا تظن أنني قائما أصلي تالي الليل، وإنما كنت ملدوغا وأنا في شدة ألم لم أستطع أن أنام. كذلك يعطينا فائدة أن الرقية الشرعية أنفع ما تكون من العين والحمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. ومن الفوائد كذلك
وهذا مهم جدا أيها الإخوة، ويجب نشره بين المسلمين. اليوم مصيبة كبيرة أختلف أنا وإياك في مسألة فروعية أو مسألة خلافية ثم لا يسلم بعضنا على بعض. هنا الآن الأدب، لما قال إني لدغت قال ماذا صنعت؟ قال ارتقيت. قال ما حملك على ذلك؟ قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. إيش اللي أجاب؟ قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. يعني كان فعلك ممتاز لأن هذا معك نص ودليل. اليوم أيها الإخوة يأتي الإنسان بالنص ويقول لا أنت باطل، حديثك لا يقبل، حديثك كذا، وتسمع الخلاف وتفرق القلوب وتفرق الأبدان، وربما أكل الأعراض وربما سفك الدماء بسبب ذلك. بلاء عظيم تعيشه الأمة لأنها لم تعرف أدب الخلاف الذي كان بين سلف الأمة. قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، بس يعني لا يثرب بعضنا على بعض. كذلك أيها الأحبة من يكون مخالفا لك لا يجوز لك أن تضلله ولا أن تبدعه إلا إذا خالف نصا صريحا. ما دام المسألة فيها محل اجتهاد فلا يجوز أن يكفر الإنسان ولا يضلل، لأن المسألة تحتمل. وكذلك من المسألة مهمة أوصيكم بها واكتبوها، نقول ما أجمل منهج السلف، لا عمل ولا فعل إلا بدليل. صح وإلا لا؟ سأله ما حملك على ذلك؟ قال حديث بريدة لا رقية إلا من عين وحمى. ثم جاء قال قد أحسن، ولكن حديث ابن عباس. شوف الآن كل واحد يعطي دليل ونص. يا ليتنا نعيش بهذا المفهوم. عندما يأتي لك العالم بنص أو يأتي لك العالم بفتوى، ما أجمل أن تقول إيش الدليل فيه. سمعت بعض المشايخ يقول كذا، هل في دليل آخر؟ تأدبا، وهذا الذي يجب أن يتربى الناس عليه. في عد ذكر حديث عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط ومعه الرجل، والنبي معه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد. أنبه على مسألة وهي يعني يقول مرض نشأ عندنا، أصبح الناس اهتمامهم بالبهرج. يعني عندما نقيم عمل نسأل كم الحضور وكم عدد المتواجدين وكم الأتباع ومن الذي كذا. شوفوا النبي ومعه الرجل، أسألكم بالله هل نكون كمثل نبي من أنبياء الله وما يسلم معه إلا واحد؟ همس في أذن من يريد أن يلقي كلمة أو محاضرة أو درس، لا يغرنك كثرة الحضور، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإنما سل ربك أن يرزقك القبول. بس هذا الذي سأل ربك. هذا أنبياء عليهم الصلاة والسلام معه الرجل ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد، وما ضره أن ألقى. بعض الأحبة يأتي مسجد يقول يا أخي العدد قليل، ما في حاجة أتكلم، كلها خمسة رجال و10، أجلس أضيع وقتي أدور لي مسجد آخر. هذا غلط، ألقي ولو لم يكن إلا واحد. هذا نبي جلس دهر طويل يدعو ومع ذلك ليس معه أحد. ذكر عد أنه رفع له سواد عظيم. قال هنا قلت ظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم. قيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. هنا أيها الأحبة يعني فيها فوائد، وإن كان فوائد كثيرة. هذا الحديث يحتاج نسميه دورتكم كلها تحتاج هذا الحديث واحدة بس، لأنه فيه معاني عظيمة وفيه كذلك أشياء كثيرة، لكن نأخذ من الفوائد. الفائدة الأولى أيها الإخوة كثرة قوم موسى عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية كذلك منها كثرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أمة محمد هي أكثر الأمم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن نكون أمتي شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. فيه كذلك رفع لي ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ربما نقول أيها الأحبة هذا العدد تميزت به من؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن فيهم 70 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فأعطاه الله مع كل 1000 70,000. الله أكبر عدد، لكن كم هي أمة محمد اليوم؟ مليارات ولا ندري من يكون من هؤلاء.
ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاهم هذه البشرى نهض الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل بيته وترك الناس، فجلس الناس يتحدثون: من يكون هؤلاء؟ يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، من يكون له هذه المنزلة؟ فكل صحابي جاء قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، والآخر قال لعلهم كذلك الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكروا أشياء يعني من طوائف. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأخبرهم عن صفات 70. لا يسترقون، معناه لا يطلبون أحدا أن يرقيهم. بعض من الناس ما إن يمشي يفتح جيبه: جزاك الله خير ادعي لي، أنا مريض تعال أرقني. لا تطلب من أحد، وإن كان شرعا يجوز، ترى لا مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استرقوا لآل جعفر فإن العين تسرع لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ما في مشكلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون الإنسان متوكل على الله عز وجل. أنا أرقي نفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أن يرقوا أنفسهم، لا يحتاجون أن يذهبوا لأحد ليرقيهم. ولا يكتبون، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكي جائز إن يكن الشفاء ففي 3، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كية من نار، وهذا الأمر جائز. ولا يتطيرون، ودل على أن التطير هو التشاؤم، فليس عندهم تشاؤم أصلا. والناس والعرب تتشاءم من الزمان، صفر عند العرب شهر مشؤوم، وتتطير كذلك بالأشخاص وبالطيور وبالأمكنة والبقاع وبالألوان، كل هذا من الجاهلية ما له دخل. بعض من الناس إذا نزلت البومة على البيت نعقت 2 أو 3 قالوا الله يكفينا شرها. والعوام إذا سمعوا الطير ينعق قال: خير يا طير، يعني بمعنى نسأل الله أنك جايب خير ما تجيب لنا شر. وإيش دخل الطير مسكين في هذا؟ بومة نعقت، يمكنها وجدت فارة تمشي على الجدار وجاءت تأكلها ونعقت، قالوا 100%. وبعض الناس لو أصيب بحادث أو طاح ولد وانكسر قال: سبحان الله البوم أمس مر على البيت، ما هنا كأنه نذير. هذا كله لا يجوز شرعا، وإنما الواجب يتوكل الإنسان على الله. قام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. الله أكبر، تسارع الصحابة للخير، وفي ذلك فليتنافس. قام قال: أنت منهم، تزكية. قام رجل آخر قال: سبقك بها عكاشة رضي الله عنه وارضاه. ويعطينا أيها الأحبة أن الإنسان، يعني هؤلاء الذين يدخلون 70، إن شئت أن تكون كمثلهم منهم فانظر إلى صفاتهم. لكن عندنا شدة التوكل على الله عز وجل، ليس كل أحد يستطيع أن يوجد هذا المعنى السلوكي العملي. يعني قلبك معلق بالله في رزقك، في صحتك، في مرضك، في مصيبتك، في بلائك، كل شيء بيد الله، ليس بيد الخلق شيء، لأن الخلق لن يغنوا عنك من الله شيئا. في من اللطائف أيها الإخوة الشهب، لا شك أنها تنزل، والله جعلها مسلطة على رؤوس الشياطين، وجعلها الله كما أخبر النجوم علامات يهتدى بها، زينة رجوما للشياطين، هذا الذي نعرفه عن النجوم، ولا نتعلق بها على أنها تدفع وتضر وغيره، وإنما كل شيء بيد الله عز وجل. ويدلنا على أن الإنسان ينبغي له أن يعرف هذه الصفات حتى يكون مثل هؤلاء وغيره. في هذه دروس يعني كثيرة حول هذا الباب، لكن يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يكون حريص على يكون كالسلف في إخلاصهم، وكالسلف في حرصهم على الدليل، وكالسلف في أدبهم، وكالسلف في فهمهم وتعلمهم، وكذلك يكون حريص على أن يكون على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويعطينا كذلك أن الواجب علينا أن نبحث عن أعلى الأماكن ونرجو أن نكون من أهلها، ف70,000 منزلة عليا، ولذلك عكاشة السارع صح وإلا لا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترى عرضها للأمة كلها: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا أعطيت للبشر كلهم، ويجب أن يكون الناس حريصون على ذلك. يقول المؤلف: باب الخوف من الشرك. الخوف من الشرك، الآن عرفنا التوحيد، وعرفنا فضله، وعرفنا ثمرة يدخل الجنة بغير حساب. الآن جاءنا مناسبة الباب، لما ذكر التوحيد ذكر ضده، واضح؟ فلا يقال دائما لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية، يعني ما يعرف الشر ما يعرف الخير كله ترى.
ولهذا ذكر الآن باب الخوف من الشرك. اليوم أيها الأحبة لو تسأل أي واحد تخاف من الشرك قال ليش؟ وش أنا الحمد لله في بلد توحيد وموحد وغيره، وهذا يدل على الجهل. إذا كان السلف أحد السلف يقول أدركت 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. لأن لو تسأل ستخشى على نفسك النفاق قال ليه؟ لا عندنا عبد الله بن أبي ولا غيره، ليش أنا ما الحمد لله مؤمن، وربما بعضنا يزكي نفسه أنه مؤمن كامل الإيمان. الآن ذكر أدلة على ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا أيها الأحبة إيش يدل عليه من الخوف؟ وين الخوف فيه الآن في هذه الآية؟ ما دام المشرك لا يغفر له فليكن في قلبك أشد الخوف أن تكون من هؤلاء الذين لا يغفر لهم، صح وإلا لا؟ فهذا لا شك معنى عظيم جدا. ومن العجب قول لما قال المؤلف باب الخوف من الشرك، نأخذ فائدتين، فائدة لطيفة جدا يعني سميها لغوية وأدبية. نقول الخوف يكون في الأمر المستقبل، والحزن يتعلق بالأمر الماضي. ولهذا جاءت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا يعني من القبر وما أنتم منه، ولا تحزنوا على ما تركتم من الأولاد والذرية. فصار الآن هنا الخوف في الأمر المستقبل، يعني أن الإنسان يجب عليها لا يركن ويطمئن لنفسه على أنه لا يمكن أن يقع فيه منه شرك أبدا. من العجب هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أنا أتعجب، إبراهيم يخاف أن يعبد الأصنام ويخاف على بنيه أن يعبدوا الأصنام. ايش يدل عليه أيها الإخوة؟ على أن من دونه يجب أن يكون كذلك. ولهذا قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والله أجاب دعوته، ليس فيهم كلهم في بنيه، فمنهم من عبد ومنهم غير، لكنه دعا، والله سبحانه وتعالى جعله سيد الحنفاء. ولهذا يقال إذا كان إبراهيم خاف الشرك على نفسه فمن دونه من باب أولى أن يخاف، مهما كنت على صلاح وإيمان وتقوى لا يدل عليه. ويعطينا فائدة أيها الإخوة أن الشرك هو أعظم ذنب، وأن الله لا يغفر لصاحبه أبدا. اليوم أيها الأحبة وقلب الإنسان يتقطع، ترى كتابات لبعض من الصحفيين يقول لماذا تقولون أن اليهود والنصارى في النار؟ من يقول يمكن أن يدخلوا الجنة فإنهم متبعون لنبي وهم أصحاب كتب سماوية ودياناتهم ديانات سماوية، فلماذا تقول أنهم النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار إلا كان من أهل النار. عندنا لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. هؤلاء ليسوا على الإيمان وإنما على الكفر والضلال والإلحاد، وهذا لا شك في ذلك. من اللطائف أيها الإخوة هنا باب الخوف من الشرك. اليوم أيها الأحبة كثير من المسلمين يقول لك يا أخي إيش تحدثون شرك وتوحيد، الناس على الفطرة وإيش دخلون في هذه القضايا؟ بعض الأحيان عندما تقول بعض الناس يا أخي يوجد من يأتي إلى الكعبة ويطوف بها وهو على الشرك، ما نشاهد بعض من المسلمين يطوف في رقبته قلادة وحجاب وفي يده، ما نشوف بعض من المسلمين يطوف بالكعبة وهو ينادي يا حسين يا سيدة زينب يا فلان يا فلان يا فلان. وين كيف يقول كأنهم يقولون لن يعود الشرك؟ نقول لا، الخوف من الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة أيا كان، قد يقع أكبر وقد يقع أصغر، وهذا بالاتفاق. ذكر حديث الآن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرياء. يعطينا أيها الأحبة شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وخوفه عليها. وكذلك الآن الثاني وهو مهم أيها الأحبة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الصحابة من الشرك والرياء، ألا نخاف نحن؟ نحن نسأل أنفسنا أينا أعظم إيمانا، نحن أم الصحابة؟ بالاتفاق الصحابة، ومع ذلك خاف عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعطينا فائدة كذلك أن الشرك ينقسم إلى أقسام، فمنه أكبر ومنه أصغر ومنه خفي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة الشرك الأصغر وهو الرياء.
والرياء هو أن يزين الإنسان عبادته ليشاهده الناس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، وهذا يدل على أن الإنسان يخرج ما لا يبطن، فيظهر التخشع ويظهر الصدقة وهو غير صادق في ذلك. وإذا جينا باب الخوف من الشرك صريح في هذا: أخوف ما أخاف على أمتي أو عليكم الشرك الأصغر. ولا شك بأن الآيتين الأوليين متعلقة بالشرك الأكبر، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤلف خاف على الأمة الشرك الأصغر والأكبر أن يقعوا فيه، ولا شك في ذلك. وهنا أيها الأحبة فيه أن لا شك أن صاحب الشرك الأكبر صاحبه يخلد، صاحب الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه. وذكر الآن حديث عبد الله بن مسعود: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. الدعاء عبادة، وصرفه لغير الله الشرك أكبر، فمن دعا غير الله خرج. ودخوله للنار هنا دخول خلود، لأن هذا دخل النار لأنه شرك أكبر. وعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو، إيش نستفيد منه؟ الأعمال بالخواتيم أيها الأحبة، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. ويعطينا أن كل مشرك لا بد أن يدخل النار. وصور الشرك لا شك أنها كثيرة، قد يكون شرك في الألفاظ، وشرك في القلب، وشرك كذلك إيش في الأفعال. شرك القلب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا شرك في القلب. وفي شرك في اللسان: والنبي وحياتك ومشاهد. وشرك في الأفعال: أن يطوف بالقبور. أذان. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى رواية مسلم لحديث جابر رضي الله عنه: الرسول: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. العبارة الأولى رجاء، والعبارة الثانية وعيد. وجاء الآن هنا: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قد نقول دخول لأول وهلة، وقد يكون دخولا يعني بمعنى نهايته إلى الجنة لا محالة، لأن صاحب الشرك إيش الأصغر أو صاحب المعاصي إيش نهايته؟ للجنة، يدخل الجنة النار ثم نهايته إلى الجنة لا محالة، لأنه لم يأتي بشرك أكبر. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ظاهر اللفظة تدل على أن أصحاب الشرك الأصغر يدخلون النار. ونبه العلماء على مسألة مهمة أيها الإخوة، وإن كان سيأتي الكلام على صاحب الشرك الأصغر ما حكمه. من العلماء من يقول صاحب الشرك الأصغر لا بد أن يدخل النار لا محالة. وهنا قال بعض أهل العلم أن الشرك الأصغر أكبر من الزنا، وأكبر من القتل، وأكبر من السرقة. يعني عندما يقول سوى النبي ما شاء الله وشئت أعظم من هذا، لأن هذا ظلم لنفسه، وهذا أخذ لحق الله عز وجل. ونصوص الشرع جاءت مطلقة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، جاء مطلق دون لم يذكر شرك أصغر ولا أكبر. لكن صاحب الشرك الأصغر وإن دخل النار نهايته إلى الجنة، أما صاحب الشرك الأكبر فإنه يدخل ولا خروج. ويعطينا فائدة أيها الإخوة أن الأعمال بالخواتيم لا شك فيه، وكذلك فيه منهج الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنهم جاءوا بمنهجي الخوف والرجاء. فالرجاء من لقي الله وهو لا يشرك بشيء دخل، صح؟ والخوف من لقي الله وهو يشرك دخل النار. وفيه كذلك في قول لبعض السلف سيأتي الكلام عليه أنهم لا يمكن أن يدخل الجنة لأول وهلة، مما يدل على إيش خطر الشرك الأصغر، وإن كان الناس اليوم تساهلوا في قضية الشرك. وفي 3 أقوال من العلماء: من قال أنه كالكبائر تحت المشيئة، ومنهم من قال أنه لا بد من دخوله إلى النار ثم بعد ذلك يدخل الجنة. والقول الثالث أنه ينظر إلى حسناته وسيئاته، فإن كانت حسناته كثيرة دخل الجنة، واضح؟ وإن كان سيئاته عوقب بالسيئات وبالشرك نعوذ بالله دخل النار بسبب ذلك. هذا الحديث فيه رد على الخوارج والمعتزلة، وكذلك رد على المرجئة، لأن في جانب رجاء وخوف. أما أهل السنة
فإنهم يأخذون بالحديث بكل جوانبه، ويدل على تغليظ في النهي عن الشرك بجميع أنواعه. ومن اللطائف أيها الإخوة أن الإنسان، نعوذ بالله، أن الإنسان يجب عليه أن يعلم أن الجنة والنار قريبة من الإنسان، فقد يكون فعل يدخلك الجنة وفعل يدخلك النار. قصة الأصيرم لما أسلم قتل بعد لحظات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا ولكنه أجر كثيرا، لأن بقي معه قضية التوحيد. طيب، نأخذ الآن باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الباب الذي قبل خوفنا، صح؟ والثاني ثمرة الآن سلوكية. الأول علمنا مفهوم التوحيد، صح؟ والثاني بيّن فضائل ليشحذ الهمة، والثالث بيّن ثمرته، نهاية تدخل الجنة بغير حساب، والرابع حذرنا من ضده وهو قضية الشرك، ثم جاء الخامس: انطلق ادعو إلى التوحيد. يلا، ايش يدل عليه؟ كأنك تمشي في سلسلة، وهذا يدل على فقه. ما قلت لكم المؤلف رحمه الله فقيه في قضية عرضه للأدلة، وفقيه في الاستنباط، وفقيه كذلك رحمه الله في ترتيب الأبواب. كأنه يقول: عرفت ثم تعلمت وعرفت الفضائل، لماذا تجلس؟ انطلق داعية إلى الله. الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. يجب أن نعلم أيها الأحبة أن دعوة الرسل كلها دعت إلى لا إله إلا الله. وهنا فائدة مهمة نكتبها، نقول: أي دعوة لا يكون مبناها التوحيد فهي دعوة على غير منهاج نبوة. أي دعوة لا يكون مبناها التوحيد فهي على غير منهاج نبوة. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى قيام الساعة كلهم يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وادعون إليه. وجاء النص الآن أورده المؤلف رحمه الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. مصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين في هذه الآية أن هذه طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه، وهذا لا شك فيه. نحن نسأل الآن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء، أي شيء يدعون، ومحمد دعا إلى لا إله إلا الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فهذه دعوته صلى الله عليه وسلم. وجاءت الآية هنا: أدعو هذه سبيلي، يعني طريقي، أدعو إلى الله ما أدعو إلى غيره. فهو لا يدعو لحظ لذاته ولا شهرة ولا منصب ولا غيره، وإنما دعا إلى الله فقط. هذا يدل على قضية الإخلاص على بصيرة. مصيبتنا أيها الإخوة أن بعضا من الناس يدعو على غير بصيرة. بعض من الناس يأتي ينكر عليك، تقول: جزاك الله خير، وش الدليل؟ قال: ها والله ما أدري، لكن أظنه ما يصلح، ليتك ما تسويه. طيب ما يسويه، وش الدليل عليه؟ أعطني دليل. وهذا خطير جدا أن يأتي الإنسان على غير بصيرة. بصيرة أيها الأحبة أن يكون معك دليل من كتاب ومن سنة، بصيرة أن يكون معك فهم لمدلول الكتاب والسنة، معك معرفة حتى تحاج الناس وتدعوهم إليه. وجاءت ومن اتبعني، يعني أن أتباعه كذلك على إيش؟ على هذه البصيرة يمشون. ونحتاج أن نتبصر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجعلنا دائما على بصيرة في كل ما نعمله وفي كل ما ندعو إليه. جاءت الآن: وسبحان الله وما أنا من المشركين، كأنها قاعدة: كل مشرك فهو على غير بصيرة. صح وإلا لا؟ يعني ما عنده حجة ولا برهان ولا أدلة ولا غيره. ولهذا جاء تنزيه الله عز وجل. سبحان الله هذه من الكلمات التي يراد بها التنزيه لله عز وجل عن كل نقص أو عيب أو غيره. صارت الآن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على إخلاص، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على أدلة، ودعوة الإنسان يجب أن يكون على يقين وبصيرة. ويدل على أن الإنسان يجب عليه أن يكون بعيد عن المشركين كلهم بجميع أنواع ما كانوا عليه من الشرك، يدل على المفاصلة. أنا أتأمل، وهو معنى اللطيف أيها الإخوة، بعد كل صلاة، يعني بعض من الناس يقول: يا أخي لماذا أنتم تركزون على الكفار والمشركين وتقولون كفار ومشركين؟ كل صلاة بعدها نقول لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره. إيش؟ ليش نقول هذه؟ ليش نقول هذه الكلمة ولو كره المشرك؟ كل صلاة لنعرف أن هناك مسلم وكافر. خلقكم فمنكم إيش؟ كافر
جاء الآن مفاصل، لا بد أن نعرف هذا الشيء. اليوم ما عاد في تميز عند الناس، مصيبة أيها الإخوة أن لا يكون عند الإنسان نوع تميز في هذا الأمر. وتأتي النصوص العظيمة في الدلالة على ذلك لتمكن هذه عقديا. أنا مسلم وهو ليس بمسلم، أنا أقول من أهل التوحيد وهو ليس على التوحيد، أنا أعتقد أن كل مسلم في الجنة، وأعتقد أن كل كافر يموت على كفر فهو في النار. هذا هو دين الله، ما في هذا الحكم الشرعي، ما هو من عندي أنا. فلماذا يعتب علي أن نقول؟ ولهذا جاءت هذا من البصيرة أيها الإخوة. اليوم الناس ما عاد عندهم بصيرة إطلاقا، يسافر ويجالس الكفار ويؤانسهم وما كأنه شيء إطلاقا. هذا يدل على أن هذا التوحيد لم يتمكن في النفوس، ولو كان متمكنا ما وجد عندنا تميع في قضية الولاء والبراء وقضية المحبة والبغض إلى غيره. صار الناس عامة مؤاخاتهم على أمر الدنيا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم، ثم ذكر الصلوات، ثم ذكر الصدقة، ثم قال: إياك وكرائم الأموال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث لا شك أنه مطابق للباب، فإنه باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمر معاذ أن يبدأ بأي شيء أن يوحدوه وإلى شهادة أن لا إله إلا الله. ويستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة، منها وجوب إرسال الرسل إلى الأمصار والبلدان لنشر التوحيد، ويجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يكون همهم غرس التوحيد في نفوس الناس، فإن كانوا كفارا دعوهم إلى التوحيد ليؤمنوا به، وإن كانوا على الإيمان فدعوهم إلى التوحيد ليتمكن، وطبقوا لهم أو أروهم السلوك وثمرة التوحيد واضحة حتى يكون التوحيد جزءا من حياتهم وغيره. ويدلنا أيها الأحبة على أن أعظم ما تحتاجه البشرية هو توحيد الله عز وجل. ومن اللطائف أن من يريد أن يرسل دعاة فلا بد أن يعرف الرجل بحال الناس قبل أن يصل إليهم. اليوم نشاهد أيها الأحبة بعض الأحبة ينطلق للدعوة إلى الله لأي مكان وهو لا يعرف حال المدعوين فيفسد أكثر مما يصلح، أو ربما يدعو إلى شيء الناس لا يحتاجونه، إنما يحتاجون لما هو أهم منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليسوا كالأميين. العرب ليس عندهم علم، وإنما هؤلاء عندهم كتاب ومعرفة وحجة ونقاش وغيره، كأنه يقال استعد لهؤلاء في قضية الحوار والمناقشة. كذلك أيها الأحبة أول ما يدعى إليه البشرية تحقيق الهدف الذي خلقوا من أجله. نحن خلقنا لأي شيء؟ للا إله إلا الله، وهي العبودية التي يجب أن يكون. وكذلك من اللطائف، وهذا معنى يجب أن يتحلى به الدعاة إلى الله، أن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج أن تكون بالتدرج. بدأ بلا إله إلا الله ويوحدوه، فإنهم أطاعوك فأعلمهم، فإنهم أطاعوك. شوف التدرج، وهذا الذي ينبغي أن يكون الإنسان حريص عليه، أن ينقل الناس إلى الحق شيئا فشيئا حتى يقبل الناس الحق. فإن بعض من الناس عندما يريد يدخل الإسلام نقول أهم شيء التوحيد، أهم شيء تقول لا إله إلا الله، أهم شيء ثم بعد ذلك يتغير سلوكه. وفيه كذلك من الدروس أن الدين الإسلامي دين محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ للأديان كلها. هؤلاء أهل الكتاب عندهم يهود ونصارى، ومع ذلك خلاص انتهى دينهم، ما في إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب أن يكون الناس عليه. وكذلك أيها الأحبة يجب أن نعلم أننا نحكم بإسلام أحد حتى ينطق بلا إله إلا الله، صح وإلا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك. الإطاعة تكون أول شيء بالنطق، ثم بعد ذلك ترجمته سلوكا عمليا، فلا بد من إظهار ذلك، وهو مهم جدا فيه.
كذلك أيها الأحبة الصلاة اليوم ضيعها كثير من المسلمين. والله لو كان أهل الإسلام يصلون لامتلأت المساجد فما وسعتهم، صح وإلا لا؟ فجر الآن كم فيه من المسلمين؟ ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد توحيد مباشرة، مما يدل على عظم منزلتها. ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم مع الصحابة أساليب لإثارة نفوسهم ولتبشيرهم وفرحهم بإيمانهم وإسلامهم وغيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله ما تمنيت الإمارة والحكم والولاية إلا هذه الساعة، ليس لأجل أن أكون رئيسا على الناس، وإنما لتزكية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يحبه الله ورسوله. يقول ابن القيم رحمه الله: ليس الشأن في أنك تحب الله ورسوله، لأن في النفوس هذا ما في مشكلة، النفوس طبيعتها أن تحب من أحسن إليها، صح وإلا لا؟ نحن أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب لهدايتنا، كان سبب لنجاتنا من النار، كان سبب لغير أشياء كثيرة لتعليمنا وتعريفنا، نحبه. لكن هل النبي يحبنا؟ لا ندري. ولهذا ابن القيم يقول: ليس الشأن أنك تحب الله، ولكن الشأن أن الله يحبك. هذه هي التزكية الحقيقية التي لا يستطيع الإنسان. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. الصحابة لما سمعوا ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قال غدا، فجلس الناس ليلتهم. الله أكبر، أين نحن الآن؟ الناس يتدارسون عن الأراضي وعن الأكل والشرب وأشياء دنيوية. هؤلاء يتدارسون عن الرجل الذي سيكون من أهل الجنة وسيكون يحبه الله وهو يحب الله ورسوله. التزكية العظيمة. جلس الناس ليلتهم الليل كله وهم يشتغلون من يكون هذا الرجل. فلما أصبحوا كلهم جاء للرسول صلى الله عليه وسلم، كل يرفع رأسه لعل الرسول يقول: هو أنت أو أنت أو أنت. فكان النتيجة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أين علي بن أبي طالب؟ أين علي؟ فقالوا: يا رسول الله هو يشتكي، يعني كأنهم يقول: يا رسول الله ابحث عن غيره، ما يحتاج، هو مريض. فماذا قال: ائتوني به. فأرسلوا إليه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، ثم كانت النتيجة أصبح يرى وذهب الوجع كلية، فأعطاه الراية، فصارت التزكية لعلي رضي الله عنه. ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. ما هو حق الله؟ لا إله إلا الله، أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله أكبر. هذا الحديث فيه من مسائل الدعوة ومن مسائل أهمية التوحيد وغيره أشياء عظيمة جدا. وجه الآن الشاهد للباب: أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله عز وجل. أين الدعوة؟ انفذ على رسلك، يعني انطلق داعية إلى الله عز وجل تهديهم. وهنا أيها الأحبة فيه من الفضائل: أولا فيه رد على الشيعة الذين يقولون أنتم لا تحبون محمد صلى الله عليه وسلم، لا تحبون علي بن أبي طالب. هذا حديث في فضائل علي، ونحن نؤمن بأن علي من أفضل الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وله من المكانة والمنزلة ما دلت النصوص الشرعية على ذلك. فنحن لا نقول في علي إلا أنه من أفضل الصحابة وأحد العشرة المبشرين بالجنة وصهر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فضائله جمة رضي الله عنه وأرضاه، حتى أن بعض أئمة أهل السنة ألفوا في فضائله كتبا مستقلة ليبينوا عظم منزلته رضي الله عنه. كذلك الآن هنا فيه فائدة تزكية علي بن أبي طالب بأنه يحب الله ورسوله، هذه لا يعلمها إلا الله. كذلك يعطينا حرص الصحابة رضي الله عنهم حيث جاءوا من الصباح كلهم يتمنى أن يكون له هذه. كذلك أيها الأحبة يدلنا على أن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو أحد يأمرهم بالسكينة. سبحان الله، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك، على رسلك
يعني لا تسرع ولا تبطش ولا تعتدي ولا تظلم ولا غيره، يعني كأنه يقول عليك بالسكينة في الحرب. طبيعة الحروب الناس تشتاط لأنها قتال، وربما نقول وسيوف وسلاح وعتاد، وربما نقول وجنة وغيره، يريد الإنسان في كل لحظة. النبي يقول يأمرهم بالسكينة. وأنا أعجب أيها الإخوة في آيات القتال أمر المسلمون بكثرة ذكر الله عز وجل، لأن الذكر سكينة على القلوب، وهذا يدل على أن الإسلام لا يتشوف لقتل الناس. وفرق بين من يكون هادئا وبين من يكون عجلا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال انفذ على رسلك، حتى إذا نزلت بساحتهم ما قال قاتلهم، ادعوهم إلى الإسلام. فلم يأمر الإسلام بالقتال أصلا. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله عز وجل. وفيه من الفوائد أيها الإخوة أن من امتنع عن قبول الإسلام فلا مانع من قتله وقتاله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، واضح؟ فالكافر إما ما بين جزية وإما ما بين كذلك أن يسلم وإما أن يقتل. هذا الآن امتنع، ولهذا قال فإنهم أطاعوك لا تتعرض لهم بسوء إطلاقا. وكذلك أيها الأحبة فيه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمر غيبي، وهو إيش؟ أن الله سيفتح عليه لا محالة. واضح ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال هنا وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمرنا. يعني احرص على قضية الهداية. هنا معنى عظيم جدا أيها الإخوة. أنا أريد أيها الأحبة أن يتحول كل واحد منا داعية على قدر الاستطاعة. أنا طالب، أنا مدرس، أنا موظف، أنا عامل، أيا كان، أنا سائق، أنا سمكري، أيا كان، لا بد أن يكون لي دور في الدعوة إلى الله عز وجل، بصمات. ألسنا لنا زملاء قد يكون مفرط في لسانه، قد يكون مفرط في سمعه، قد يكون مفرط في بصره، قد يكون مفرط في جوارحه. لا بد أن ندعوه إلى الله عز وجل بقدر ما نوتي. ليش الرسول قال بلغوا عني ولو آية؟ ويا ليتنا نقيم أنفسنا. ربما يسأل كل واحد منا نفسه من الذي اهتدى على يديك منذ استقامتك الآن؟ بعض الأحيان يفكر الإنسان جلست 10 سنوات ولا واحد اهتدى على يدي، لأني ما دعوت، ما نصحت، ما اجتهدت. ويعطينا مسألة مهمة أيها الإخوة، وهي البيت القصيد، أنه ليس العبرة بالأتباع، يكفي أن يهدي الله على يدك واحد. شوف الآن خيبر فيها أعداد هائلة، ومع ذلك قال الرسول لأن يهدي الله بك رجل واحد بس خير لك من حمر النعم. يعني كأنه يقول خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من الغنائم، وخير لك من منصب، وخير لك من الشهرة، خير لك من الدنيا وما فيها. هذا الذي يجب أن نكون عليه.